السلام عليكم متتبعين ديالي، متتبعين قناه مطبخ مريم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مره اخرى في فيديو جديد. وصفه اليوم ان شاء الله غادي نعمل معكم طورطيه بالبطاطا غنيه عن التعريف اللي كتعجب الصغير والكبير. خليكم معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير على بركه الله. كما كتشوفوا متتبعين ديالي، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج فيها الطورطيه. عندي واحد كيلو ونص ديال البطاطا هنايا، كميه كتبقى على حساب اللي بغيتو. وكذلك غادي نحتاج البيض، واحد بصيله متوسطه، معدنوس، وواحد علبه ديال الثوم. صافي هنا غادي نجيب واحد بنيون اللي غادي نقطع فيه البطاطا ديالي. اول حاجه كنبداو بالبطاطا، غادي نخلوها هي الاوليه. وكما قلت لكم بالنسبه للكميه ديال البطاطا كتبقى الكميه على حسب الافراد الاسره اللي عندكم. صافي هنايا بالنسبه لهاد البطاطا هذه كنقطعوها مربعات صغيورين على هذا الشكل هذا. كنقطعوها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. دي هي الطريقه ديال تقطيع البطاطا الطورطيه كيف ما معروفه. صافي كنقطع الكميه اللي عندي كامله. في هذا الاثناء عندي الزيت كتسخن باش ملي كنكمل التقطيع ديال البطاطا مباشره كنعملها التقله. صافي نكمل هذه الكميه اللي عندي كامله. من بعد ملي كنقطعها كامله هذه الكميه هذه كامله كنعاود نشلها واحد المره باش كيتحيد منها ديك النشا اللي فيها. صافي دابا غادي نعمل البطاطا ديالي تقله وغادي نرجع معكم. دابا من بعد ملي عملت البطاطا ديالي تقله غادي نشبر ديك البصيله. غادي نشر دقيقه، غنحاول نشر دقيقه. الاحسن تشردوها احسن ما تحكوها، حيت من البصله ملي كتحك كتلقى ديك الماء ديالها بزاف. من الاحسن هدايا نحاولوا نشردوها رقيقه. وكذلك الا بغيتو هاد البصيله هذه الا بغيتو حتى هي تقليوها كيبقى لكم الاختيار، ولكن انا كتجيني هدايا البصله هيدا كيجي فيها المذاق احسن، كتجي طيبه نص ديال كتعطي واحد المذاق مزيون في هذه الطورطيه. صافي على هذا الشكل هذا كنشرد هاد البصيله. بهذا الشكل كما كتشوفوا كتجي رقيقه بزاف. صافي كنشدوها بحال هيدا. وغادي نفرم كذلك هذا المعدنوس اللي عندنا. صافي بالشكل رقيق حتى هو. صافي على هذا الشكل هذا. صافي هي البطاطا ديالنا تقلت، ها هي واجده. دابا في نفس الاناء غادي نبدا نضيف عليها ديك بصيله ومعدنوس اللي شربنا.
غادي نضيف عليهم ديك العلبه ديال عفوا التون. غادي نحيد هذيك الزيت، نجيب واحد المعلقه صافي، وغادي ندير التون ديالنا. دابا غادي نخلطو مع بعضياتو. من بعد غادي نضيف واحد شويه د الملحه على حساب الذوق حتى تذوقوا، حيت التون مالح كما كتعرفوا. وغادي نضيف واحد شويه ديال الكمون. هادو هما التوابل اللي غادي نضيف لهاد الطورتيه. الا بغيتو تزيدوا الفلفل الاسود، انا ما بغيتش نضيفه صافي. وهنايا غادي نخلط كلشي مع بعضياتو. تخلطنا مزيان ديك الثوم والبصله مع البطاطا ديالنا، نسجلنا العناصر. وهنا بالنسبه للبيض كتعملوه على حساب القياس ديال البطاطا اللي عندكم. المهم انها تجمع لنا البطاطا ديالنا مزيان وكتجي الطورتيه ديالنا مجموعه صافي. كنحاولوا نخلطوهم هدايا مزيان. باش كيجيو مخلطين صافي، كيجيو مخلطين مع البطاطا ديالنا مزيان. صافي كنضيفهم على هاد البطاطا. هنا الا كنتو غادي تعملوا طورتيات صغيورين، غتعملوهم فرديين صغيورين، كتقسموا البطاطا ديالكم وكتعملوا طورتيات صغيورين. هنا فانا غادي نعمل طورتيه وحده كبيره مجموعه، وغادي نضيف عليها الكميه ديال البيضات اللي غادي تكفيني. صافي وكنخلط مزيان هاد البيض. وفي هاد الاثناء انا عملت المقله ديالي اللي غادي نعمل فيها هاد الطورتيه تسخن صافي. غير غادي نخلط وغادي نعملها تطيب. انا عديت دابا الطورتيه ديالي طيب، من بعد كنقلبها وصافي. ها هي كتكون واجده. متتبعين ديالي، ها هي الطورتيه ديالي وجدت اللي وجدت معكم. صراحه كتجي رائعه، ما داك ما نقولكمش عليها. كتعجب الوليدات وكتعجب كلشي الصغير والكبير. انا شخصيا كنحماق على الطورتيه، كنتمنى عشاق الطورتيه يبانوا هنايا، وخاصه في الصيف الوليدات كيحماقوا عليها، كتعجبهم الطورتيه بحال هيدا ياكلوها. كتجي خفيفه وكذلك سهله في التحضير. وانا رافقتها هنايا مع شلاضه، عملت شلاضه ديال البربه وعاديه، شلاضه عاديه البربه والجعده. وكذلك هنايا غادي نرافق هاد الطورتيه مع هاد لاصوص اللي عندي. وكذلك يمكنكم ترافقوها مع اي حاجه متوفره عندكم. كنتمنى الفيديو اليوم او الوصفه اليوم تعجبكم ان شاء الله. وما تنسوش لايك للفيديو، تبارطاجيو مع الاهل والاحباب. وشكرا لكم على المتابعه، وانتظروني في فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.